اليتيم كلمة صغيرة ولكن الأثر ديالها على القلب كبير بزاف. راه ماشي أي واحد غيتخيل داكشي اللي كيحس به الطفل اليتيم، اللي تسرق منه الحضن ديال الأم ديالو والظل ديال الأب وبقى واقف وسط الدنيا بوحدو. اليتيم ما كيحتاجش غير الخبز والقراية، كيحتاج الحضن والكلمة الزوينة قبل من كلشي، وشي حد يقول ليه أنا معاك. لكن أصعب يتيم هو اليتيم المحقور، اللي زادوه الناس فوق اليتم ديالو وجع آخر، كيعيش مظلوم، كلشي كيتكرفص عليه، كيتعاملوا معاه بحال اللي شي واحد غير زايد عليهم وما كيستاهلش الحب والحنان. ما عارفينش باللي قلبه الرقيق غير بكلمة وحدة قاسية تقدر الروح ديالو تحرق، وكلمة دافية تقدر تبني ليه الحياة من جديد. اليتيم المحقور كيحارب جوج ديال الحوايج، كيحارب الدنيا اللي خطفات ليه والديه، وكيحارب القلوب القاسية اللي ما فهماتوش. وخا هادشي كله كتلقاه ديما كيصبر وكيخبي الدمعة ديالو وكيحاول يبان قوي، واخا الداخل ديالو كيبكي الدم، وديما كيترجى الناس باش ما يزيدوهش على الهم هم آخر. باش نكونوا واضحين، أشد الظلم في الدنيا هو الظلم ديال الضعيف، وأضعف خلق الله هو اليتيم، فأما اليتيم فلا تقهر. قصتنا اليوم ديال هاجر، البنت اللي لقات راسها يتيمة في العمر ديال 6 سنين ملي ماتوا والديها موت الفجأة في واحد الحادثة اللي كانت مفجعة. هاجر بقات بوحدها في الدار الكبيرة ديال جدها وجداتها اللي كانت خاوية، ساكنة فيها غير عمتها، وهي اللي خدات المسؤولية ديالها من بعد ما ماتوا والديها. العمة ديال هاجر كانت قاسية معاها لواحد الدرجة ما تصوروش، ما كانتش كتضحك معاها وما كتعطيها لا حنان لا والو، وكانت كتقلب غير على الفرصة باش تضربها وتغوت عليها. هاجر كانت كتصبر وكتدوز النهار باش ما عطا الله، ولكن بالليل كان كيرجع عليها كلشي وكيجيها الحال صعيب، حيت كانت كتبات بوحدها في واحد البيت كبير، وكانت كتسمع الصوت ديال الضحك والهضرة ديال الناس في الزنقة، وهي كانت كتحس بواحد الوحدة اللي كتقتل فيها عرق بعرق، وكانت كتمنى شي واحد يوقف معاها، ولكن في كل مرة كتكتشف باللي العالم كله ضدها وهي ما كتسوى والو بيناتهم. حتى من الحي اللي كانت ساكنة فيه هاجر ما كانش عندها فيه الحظ نهائيا، كانوا كاملين ظالمين، ما كانوش كيحسوا بيها وكانوا ديما حاقرينها. وحتى من والديهم، يعني الوالدين ديال الأطفال اللي في العمر ديالها اللي كانوا ديما كيضحكوا عليها، حتى من والديهم كانوا كيحنوا في وليداتهم قدامها. والأكثر من هادشي كامل هما عارفين العمة ديالها باللي سليطة وقاصحة بزاف، وكانوا كيجيو يتشكاو ليها من هاجر واخا كاع ما أذات ليهم ولادهم، والهدف من هادشي غير باش تشدها تعطيها قتلة ديال العصا. ومن طبيعة الحال داكشي اللي كيكون، حيت في كل مرة ملي كيجيو يتشكاو ليها كتضربها وما كتعطيهاش فرصة نهائيا باش تدافع على راسها وتقول باللي داكشي اللي قالوا ليها راه ما منوش، هي ما دارت ليهم حتى حاجة. لا لا، عمتها ما كانتش كتسمع ليها نهائيا، هضرة جوج كتجمع معاها وكتشدها حتى كتولي ظهرها أرطب من كرشها. كل نهار كان كيدوز صعيب على هاجر، وكل دمعة كتبكيها كانت كتمثل شوية من الأمل المفقود، ولكن هاجر كانت كتجمع شجاعة صغيرة في الداخل ديالها نهار بعد نهار، وكتفكر باللي مازال واحد النهار غيجي وغيلقاها قوية وغادي ترد ليهم كلشي. واحد النهار كانت شتا خيط من السما، وهاجر خرجات بغات تمشى تحتها شوية، يعني تحت من الشتا بغات تحرك واحد شوية، لأن حست بواحد الغمة وقلبها بغا يطرطق، وبغات تاخد من هاديك الطاقة الشتوية، حتى حسات بحال شي حد كيتبعها وبحال شي همس، بحال شي واحد كيعيط عليها بالسمية ديالها. كان هداك أول مرة تحس بيه بداك الإحساس. وفجأة خرجت ليها جنية لاله عيشة باللباس ديالها التقليدي، وعينيها اللي كانوا كيلمعوا بزاف وكانوا عامرين بالحنان، وقالت ليها هاجر
ما تخافيش، أنا هنا باش نحميك. هاجر ما تيقاتش داكشي اللي كتشوف، وفي نفس الوقت كانت كتحس بواحد الإحساس اللي غريب عليها. لحمها كامل بورش عليها، وبقات كتقول وكيفاش الجنية خرجت بهاد الشكل هذا؟ ياك الجنون كيعاودوا لينا عليهم باللي الصفة ديالهم كتخلع، ولا زعما غتكون تسيفات ليا؟ وكيفاش غتحميني؟ كاع ما لقيت الخير في البشر نلقاه في الجنون زعما. ولكن ما فكراتش بزاف، حيت هي كانت مضيومة وطلعت ليها الدنيا في راسها، وقالت ماشي مشكل، الا لقيت اللي يدافع عليا يكون جن ولا يكون انس، انا ما بقاش عندي خيار، واش حتى انا غنتشرد؟ ربما نلقى فيها الخير اللي ما لقيتوش في دمي. لاله عيشه بدات كتزور هاجر كل ليله، وكتعلمها كيفاش تحمي راسها من اي سوء، وكتوريها شويه بشويه كيفاش تكون قويه وما تخليش الناس يظلموها. هاجر ولات كتجمع القوه ديالها من جديد، وكتلاحظ باللي ملي كيحاول شي واحد يهينها ولا يأذيها في الدار ولا في الحي، كتلقى طريقة اللي غتهرب بيها ولا تدافع على راسها بلا ما تتأذى. وهاد الشي ما كانش عندها في الاول، حيت كانت ضعيفة وما كانتش كتقدر دير حتى شي رد فعل. كانت في كل ليلة كتجي عندها وكتبقى تعاود ليها على القصص ديال القوة والصبر، وكتوريها باللي كل تجربة صعيبة هي خطوة باش تولي قوية. هاجر مع الوقت ولات كتجمع الشجاعة اللي غتكفيها باش تواجه عمتها. هي بدات بعمتها، ومن بعد غتجي الوقت ديال الجيران وديال اي واحد كان كيقلل منها وكيطيح بيها. بدات كتلاحظ النقط ديال الضعف ديال عمتها باش تلقى منين تشدها، وكتحاول تخليها تندم على الحقرة اللي كانت دارت ليها. لدرجة عمتها لاحظات باللي هاجر ما بقاتش ديك البنت الصغيرة اللي كانت ضعيفة، ولات ذكية وما يمكنش تغلب عليها بسهولة. ومع كل خطوة كانت لاله عيشة كتزيد تدعمها وتوريها باللي الانتقام راه ماشي هو العنف، ولكن باش تسترجع الكرامة ديالها وتوري للعالم بالقوة ديالها. من بعد ما سالات هاجر مع العمة ديالها، قررات تواجه الجيران اللي حتى هما ضحكوا عليها وما خلاو فيها غير اللي نساو. وبدات كتستعمل الذكاء ديالها باش تكشف الأسرار ديالهم وتخليهم يعيشوا شوية من الإحراج والحقرة اللي عاشتها هي. كل مرة فاش كانت كتنجح في شي خطوة، كانت كتلاحظ باللي الشجاعة ديالها غادا وكتزاد، والطمأنينة ديالها كتكبر. ولات لاله عيشة ديما حاضرة باش تحميها من أي سوء. هاجر ولات كتفهم باللي القوة الحقيقية ماشي في الضرب ولا في العنف، ولكن في الذكاء وفي الصبر وفي الاستراتيجية. ولات كتخطط بعقلانية باش تواجه أي واحد بغا يظلمها ولا كان ظلمها، وكتستعمل كل تجربة صعيبة عاشتها كأداة باش تولي قوية. لاله عيشة غرقاتها في الحكمة، كل مرة كانت كتقول ليها حاجة في شكل، وكتحميها وتوريها الطريق، وكتأكد ليها باللي الحياة راه ماشي ظلم بلا نهاية. أي حاجة عندها الثمن ديالها وعندها الوقت ديالها، وكل حقرة ممكن تتحول لقوة كبيرة. وكانت كتقول ليها غير صبري، ما بقى قد ما فات، وغتشدي حقك منهم كاملين. مع مرور الوقت لا العمة ولا حتى الجيران لاحظوا باللي هاجر ما بقاتش سويهلة كما كانوا متعودين، وكانت كتوقف كل واحد عند حدو ملي كيحاول يتمادى ويدير معاها شي حاجة اللي ما هياش. كانت كل خطوة عندها محسوبة بعناية، وكل موقف كانت كتخطط ليه وكتضرب ليه ألف حساب وحساب، حتى ولاو كيشوفوها وكيخافوا، وكلهم كيقولوا باللي ولات فيها واحد الهبة في شي شكل اللي خلاتهم يتأكدوا باللي ما كايناش شي حاجة تقدر تطيحها دابا. هاجر عرفت باللي كاع العالم اللي عاشته ماشي نهاية، ولكن بداية ديال قصة قوة وصبر. ولات مثال لكل واحد تعرض للظلم باش يعرف باللي الشجاعة والذكاء ممكن يغيروا الحياة. واحد النهار طلعت هاجر للسطح ديال دارهم، وبدات كتطلع على الحومة اللي كانت كاملة كتجرحها، ولكن هي دابا كتحس بالقوة. ولاله عيشة كانت واقفة حداها
والجو عامر بالطمأنينة والسلام من بعد قاع دوك المعارك اللي دوزات في حياتها. دازت بزاف ديال الشهور، لاله عيشة اللي كانت كتحمي هاجر من كل حاجة خايبة، هاد المرة خرجت ليها بواحد الطريقة اللي مختلفة، ماشي داك الظهور الطيب اللي جا في أول مرة، لا هاد المرة كانوا عيونها حمرين بزاف، والوجه ديالها ناشف ومدلي، وبحال كتشوف فيها بواحد النظرة ديال أنها بغات تمتحنها، يعني بغات تفرض عليها شي حاجة. وقالت ليها بواحد الصوت ثقيل: هاجر، بغيتك تعرفي بلي الحماية اللي قدمت ليك في هاد الوقت كامل راه ماشي فابور، وأي حاجة وأي قوة عندها الثمن ديالها، خاصنا عهد باش تبقاي ديما محمية. هاجر خافت بزاف وما عرفتش شنو مازال كيتسناها، وهي تقرب ليها لاله عيشة وقالت ليها: العهد راه بسيط، ماشي شي حاجة، غير واحد الطقس غادي ديريه باش نربطوك بينا، باش تولي وحدة منا وتفتحي عينيك على العالم ديالنا، هكا الحماية غتستمر وما عمر شي واحد غيقدر يقرب ليك. وفي واحد الليلة وهاجر ناعسة حتى كتوقف عليها لاله عيشة وقالت ليها: تبعي الطريق ديال الغابة واجيب بوحدك وما تدوريش، ما تلفتيش وراك. هاجر قلبها بدا كيضرب بالجهد، ولكن واحد القوة كانت كتجرها، وصلات لواحد الواد قديم في وسط الغابة، والما كان كيسيل منه بواحد الصوت اللي كان مخيف بزاف. لاله عيشة خرجات من بين الظلام ومعاها 3 ديال المخلوقات الصغار، ماشي بشر وماشي جن، دايرين بحال شي ظلال واقفة. قالت ليها: ديري يدك في الما، غمسيها 3 ديال المرات، وكل مرة قولي: أنا بنت العهد، أنا بنت السر، أنا بنت لاله عيشة. هاجر بدات كتراجع للور، ولكن واحد البرد قوي شدها من ايديها وبدا كيجرها. هي واخا خافت ولكن ما قدرتش تعصي الأوامر ديال لاله عيشة، حيت عارفة القوة ديالها وعارفة باللي ما كتلعبش مع شي حاجة ساهلة. ملي دخلت يديها في الماء حست بشي حاجة كتسحب منها الروح ديالها، بحال شي برد كيطلع عليها من الظهر. لاله عيشة ضحكات واحد الضحكة خفيفة: دابا ولات الروابط بيناتنا، غير خاص نكملو الطقس التاني. هاجر خافت وهي تقول ليها: كيفاش الطقس التاني؟ انتي قلتي ليا غير واحد وبلي داكشي بسيط، وشتك دابا غادا وكتزيدي ليا في الطقوس. لاله عيشة قربات من وجهها وقالت ليها: خاص واحد القربان. قالت لها: كيفاش؟ قالت ليها: خاصنا الدم. هاجر رجعات خطوة اللور، قالت ليها: كيفاش الدم؟ اش كتقولي؟ انا راه ما كنقدر نادي حتى نملة، عساك نجيب لك الدم، والدم ديالاش؟ وبدات كترعد. هنا الصوت ديال لاله عيشة غيتبدل، ولا غليظ بحال ديال شي غول، وقالت ليها: راه من قبل قلت لك باللي اي قوة عندها ثمن، وإلا بغيتي تبقاي ديما محمية وتنتقمي من الناس اللي ضروك راه خاص الدم يتقدم. هاجر رفضات وبدات غير كترعد وكتدور في عينيها. من هذاك النهار اللي رفضات فيه هاجر تكمل الطقس، الحماية تقلبات عليها الحرب، بدات كتحس باللي شي حاجة كتحرك في البيت، والباب بدا كيتحل عليها ويتسد بوحدو، والليالي كيدوزو عليها بلا نعاس، كتبقى تقلب حتى للصباح، وديما كتحس بشي واحد كيعيط عليها وكيقول ليها: هاجر، العهد راه خاصو يكمل. تبدلات حياتها كاملة. أما الكوابيس ما نهضروش عليها، كل ليلة كتفيق مفزوعة وكتلقى يدين كحلين كيقربوا منها، وكتسمع الضحك ديال العيالات والبكا ديال الدراري الصغار. هاجر بدات كتضعف نهار بعد نهار، وتسلطوا عليها أمراض غريبة كتداوى من واحد ويجيها واحد آخر، ولات كتنفس بصعوبة. وكاينين بعض الليالي اللي كتفيق وكتلقى في الجلد ديالها ضربات، ولا كما كنقولوا زروقية، بحال بصح كانت واكلة العصا. وكان كيجيها ديما الشلل الليلي، واللي هو بحال داك اللي كيقولوا ليه بغطاط. كتفيق وما كتقدر تحرك حتى صبعها، وكتحس بواحد الثقل على الصدر ديالها. كانت ديما كتوقف عليها لاله عيشة في
في الكوان ديال البيت، الشعر ديالها طويل وهابط ليها على وجهها، وكتقول ليها كملي العهد ولا راه غادي نبداو الخدمة ديالنا. العمة ديالها ولات كتكرهها بلا سبب، والجيران بداو كيقولوا عليها مسكونة، والعالم ديال هاجر بدا كيضيق عليها، حتى بقات غير هي والجن. واحد الليلة كانت هاجر متكية في بلاصتها، حتى بدات كتحس بواحد الريح باردة جاية من وسط الدار، حتى كتوصل لعندها وسمعت واحد الصوت كيقول ليها وصلات الوقت باش تشوفي العالم ديالنا، باش تعرفي الثمن ديال العصيان. في هذيك اللحظة حست هاجر بالأرض بدات كتذوب تحت رجليها وكتفرتت بحال الرملة، وطاحت في واحد الحفرة اللي كانت كحلة، ولقات راسها في واحد البلاصة اللي ماشي ديال البشر. السما كانت عندهم حمرة، والأرض كتحرك، وكانوا بزاف ديال الظلال، وهاجر كانت كتجري وسط هاد العالم، وكانوا العينين عليها من كل جهة، وبزاف ديال المخلوقات كانوا كيضحكوا، وشي كيقص ليها في شعرها وشي كيقرب ليها. ولا العيشة بانت، ولكن ماشي في الشكل ديالها الزوين، كانت طويلة بزاف ووجهها مشوه، والصوت ديالها كيخرج من 3 ديال الجهات، وكتقول ليها الا ما درتيش العهد غتبقاي هنا وما عندك رجوع للعالم ديالك. هاجر بقات كتبكي وكترجى وكتحاول وكتزاوق، ودارت بزاف د المحاولات باش تهرب وتنقد راسها، ولكن اصلا هي ما عارفه حتى فين كاينه، وكي غدير تعرف فين غتهرب. دوزات هاجر واحد النهار اللي عمرها ما تنساه، كان طويل بزاف في العالم ديالهم، وبقات كتفكر في شي حاجه شويه، وطاحت ليها في بالها واحد الهضره كانت قالتها ليها امها قبل ما تموت. قالت ليها البنت اللي قلبها نقي عمر الشر ما غيغلبها. هاجر جمعت القوة ديالها كاملة وقالت بواحد الصوت مسموع أنا ماشي بنت العهد، أنا بنت والدي الله يرحمهم، وكان آمن بحاجة وحدة واللي هي الله سبحانه وتعالى، ومن غيره كذاب. في هذيك اللحظة اللي قالت فيها هاجر هاد الجملة، الأرض بدات كتبين واحد الضوء، ولا العيشة تصدمات وبدات كتضعف قدامها، وشوية ولات بحال الدخان وهي تبخر، والبلاصة اللي كانوا فيها بدات كتحرك، وحتى من دوك الظلال اللي كانوا في الاول بداو كيتفرقوا على بعضياتهم. ما حسات هاجر حتى لقات راسها طايحه في وسط الدار ديالهم، وكانت عرقانه بزاف وكتنفس بصعوبه، ولكن الحاجه اللي كانت مفرحاها هي انها ولات حره دابا. من هذاك النهار هاجر قطعت العلاقه ديالها مع لاله عيشه، وبدات كتقرا القرآن وكدير الرقية، ولات كتقوى، والكوابيس بقات واحد شوية في الأول، ولكن مع الوقت ما بقاوش، ورجعت لحياتها الطبيعية وولات قوية كتار من الأول، ولكن بقات ديما كتحس بلي شي عينين كيتبعوها من بعيد، ماشي باش يأذيوها ولكن باش يتأكدوا بلي هي فعلا خرجات من العهد ديالهم.